السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل النهارده نوع من المقبلات او الساليزونات بعجينة الباف بيستري. المدارس قربت وممكن تعمليها للاطفال في المدرسة، سهلة وسريعة مش هتاخد منك اي وقت. ممكن تتحشي كمان حلو او حادق. لو عندك عزومة او عيد ميلاد تقدري تستخدميها. هنعملها النهارده بافكار بسيطة وسهلة. يلا نبدأ. بسم الله. اول حاجه بالنسبه لعجينه الباف بيستري، حاولي ما تخرجهاش قبلها بمده كبيره قبل ما هتشتغلي فيها، يعني حوالي نص ساعه كويس قوي، لان العجينه بتبقى معموله بالزبده، ولو سبتيها تفك بيبقى الشغل فيها صعب. هنا انا هعمل منها ميني بيتزا، وهعمل منها برضو كذا حشوه مختلفه. تقدري تستخدمي اي حاجه انت حباها. انا هنا مثلا استخدمت الجبنه الرومي، جبنه موتزاريلا، وعندي صلصه البيتزا بتبقى جاهزه عندي، سلامي وبسطرمه زي ما انت حابه. هبدأ بعمل الميني بيتزا. هو بيبقى ما بين كل واحدة والتانية حاطط زي ورق زبدة علشان ما تلزقش أو تمسك في بعض. أحلى حاجة فيها إن هي ممكن تتحشي بأي حشوة أنت عايزاها، سواء حادق بقى أي أنواع من أنواع الجبن، أو حلو ممكن تحطي فيها كاسترد، أو ممكن تحشيها بالبلح، أو ممكن تحشيها بالنوتيلا. فيها أفكار كتيرة قوي ممكن تعمليها. أنا هنا بحدد في كل واحدة مربع، وبسيب حوالي زي سنتي كده بس من بره، والمربع ده هبتدي أخرمه بالشوكة، وهو ده الجزء اللي هبتدي احط فيه مكونات البيتزا اللي عندي. اول حاجه حطيت طبعا الصلصه بتاعت البيتزا. هسيب الاطار الخارجي مش هاجي جنبه، وهقدر احط اي حشوه انا حباها. عجينه الباف بيستري بتبقى موجوده في اي سوبر ماركت. هي بتبقى عجينه هشه وبتبقى جميله جدا. عشان كده احلى علي عايزه تعمليها تستخدمي فيها الباف بيستري. بيبقى طعمها تحفه، وبتبقى احلى من المحلات اللي بره. هنا هبتدي اضيف عندي بقيه الحشوه اللي انا حطاها. ضفت عندي الفلفل، السلامي، بسطرمه، وطبعا اخر حاجه بتحطيها الجبن. وحاولي ما تكتريش المكونات قوي عشان تخلي الجزء ده يستوي وما يبقاش المكونات فيه زياده. اخر حاجه هضيفها الموتزاريلا. لما بتسيح بتدي شكل جميل وبيبقى طعمها حلو قوي. خلاص كده الميني بيتزا جهزت معايا. هنبتدي نعمل حشوات تانية. عندي جبنة كريمي مقطعة فيها زيتون، وعندي جبنة رومي. أنا هنا استخدمت القطعة دي على أساس إن هي تطلع الشكل، بس ما طلعتوش مظبوط قوي. فبعد كده أنا هبتدي أعمل أنا القطعة بإيدي وأقفلها بالشوكة. هنا جبتها وحطيت فيها جبنة رومي، وهقفلها كويس قوي بالشوكة. لو قفلتها كويس شكلها جميل وما بتفتحش منك ولا أي حاجة. هنا كنت قطعتها على أساس تبقى زي قطع صغيرة كده، سليزونات صغيرة. برضو ضفت فيها جبنة رومي. هنا هحط بسطرمة وجبنة رومي، وهقفلها كويس. زي ما قلتلك الحشوة زي ما انت حابة، أي حاجة. وهعمل كمان واحدة فيها جبنة كريمي بالزيتون. وآخر واحدة خالص حبيت إن أنا أعملها حلو، وزي ما قلتلك لو قفلتيها كويس ما بيخرجش منها أي حاجة. هحط فيها نوتيلا. زي ما قلتلك انت ممكن تحطي فيها كاسترد أو بلح، أو ممكن تحطي فيها فواكه زي ما انت عايزة. وبعدين هبتدي أجيب عندي صفار بيض، وبحط عليه حوالي ربع معلقة من النسكافيه. بقلبه كويس عشان ما يبقاش البيض ليه أي زفارة. وهبتدي أدهن الوش والأطراف كويس بتاعة البيتزا. الخطوة دي بتدي لون جميل قوي، وبتديها قرمشة كده، وبقى شكلها تحفة. دخلتها على فرن على درجة حرارة 180، قعدت معايا حوالي 15 دقيقة. ما شاء الله بتطلع زي ما انت شايفة هشة ولذيذة جدا، وكان طعمها تحفة. لو جالك ضيوف وعايزة تعملي حاجة سريعة وتقدميها جنب الشاي، سواء بقى حلو أو حادق، تقدري تعمليها، ما بتاخدش وقت، وشكلها شيك وراقي قوي. دي اللي هي بحشوة النوتيلا. الحشوة ما ساحتش ولا خرجت بره خلاص طالما انتي مقفلاها كويس. وهنا الميني بيتزا كانت الجبن ساحت وكان طعمها في منتهى الجمال. طريقتها بسيطة وما بتاخدش معاكي أي وقت، وليها أفكار كتيرة قوي تقدري تعمليها. هنا هحاول افتحها لك من جوه. هي ما شاء الله بتبقى مورقه وبتبقى جميله قوي. دي اللي هي كانت حشوه الجبنه الرومي. ما شاء الله الجبنه بتمط وسايحه وتحفه. بصي طبقات مورقه من جوه ازاي. ممكن كمان تعملي منها ميني كرواسون باي حشوه بقى انت حباها، حلو او حادق زي ما اتفقنا. بتبقى جميله قوي للولاد في المدرسه، وما بتاخدش اي وقت، وافكارها كتير ولذيذه. اتمنى يا رب الوصفه تكون عجبتكم، وهستنى تعليقاتكم لما تجربوها. وما تنسوش تشتركوا معايا بالقناة، وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصل لكم كل جديد. وما تنسوش اللايك والشير. شكرا ليكم.